الله يصبحكن بأنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عنا الساعة 8 الصبح. حبيت أشرب قهوتي برا بجنينة بيتنا بالجو الحلو، وبس إن شاء الله أخلص قهوتي رح أدخل على البيت وأسوي لكم حنة لتقوية وتنعيم الشعر. لو تعرفوا فوائد الحنة لكنتوا ما خليتوها تخلص من بيوتكن. كفي إنه هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أجمل خلطة حنة تعلمتها من أمي الله يطول بعمرها، وأمي تعلمتها من أمها، وأنا جربتها لتقوية بصيلات الشعر وتطويل الشعر واللمعة. خلينا نجربها مع بعض. أول شي رح نسوي خلطة أعشاب لمية الحنة مكونة من بصل بقشره وتوم بقشره، منغسلن ومنقطعن بالنص، وظرف شاي ورشة قرنفل وحبة بركة، منحطن كلهم بطنجرة وحدة. وبعدها منكت المي فوقن. المي بتكون يعني سخنة أحسن. منحطن على النار أعلى شي. إجباري رح نغطيها مشان زيوت الأعشاب ما تطير لبرا. الله ريحتها ما أطيبها. هلأ منوطي الغاز ومنعيفها 5 دقايق بعد الغليان. منخليها مغطاي. مرقوا ال5 دقايق عبتغلي، صارت المي شوفوا شلونها. بعدها منطفي تحتون ومنعيفها لبين ما تبرد المي، ومنعيفها مغطاي. بعدها منجيب الحنة. أنا حطيت 9 معالق حنة حسب طول شعركن. بعد ما بردت المي منكت المي فوق الحنة. مية الأعشاب مع الحنة كتير شغلة حلوة ومفيدة بإذن الله. ومنحركها ريحتها بتجنن. منحركها كتير كتير لحتى تتناسق. بعدها منغلفها بكيس ومنعيفها 6 ساعات تتخمر، أو بتعرفوها لتاني يوم ما في مشكلة. وبعد 6 ساعات، أنا عفتها 6 ساعات تخمرت الحنة، منحركها شوي. أنا جبت هون بيضة وليمونة وزيت إكليل الجبل. البيضة للبروتين، والليمونة مشان يثبت لون الحنة، وزيت إكليل الجبل مشان يعطي لمعة. هذا زيت إكليل الجبل اختياري أنا. فيكن تحطوا زيت جوز الهند، فيكن تحطوا زيت زيتون، فيكن تحطوا زيت خروق، وبنخلطن مع بعض. وهاي الحنة جاهزة. يا سلام، طلعت كتير كويسة، بالهنا والشفا. بعدها منحطها على الشعر من فوق لتحت. منلف الشعر بكيس
وفوقها الشرب، ومنعيفها 6 ساعات وبعدها منغسله. يلا السلام يا حلوين.